السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. ربنا يسعد قلوبكم ويفرح قلوبكم ويرضي خاطركم يا رب، يرضيكم بكل ما تشتهوا وكل ما تتمنوا، ويبارك في أولادنا كلنا جميعا يا رب. آمين يا رب العالمين. النهارده عاملين معانا طاجن تورلي. معايا نص كيلو لحمة، بس أنا طبعا نص كيلو لحمة مقطعاه مكعبات صغيرة، يعني لو الراجل هيديكي 3 مكعبات كبار نص كيلو لحمة، امسكي كل مكعب قطعيه على 2. معايا بصلاية حلوة كده محترمة كبيرة، معايا توم، التوم ده للبتنجان وللطاجن التورلي، معايا فاصوليا، معايا كوسة، معايا بسلة. طبعًا يعني أنا كنت جايبة من كل حاجة نُص كيلو، نُص كيلو، نُص كيلو، بس طبعًا يعني مش عايزة أعمل كتير عشان ما تفيضش، عملتها على مرتين. جِبت نُص كيلو فاصوليا هي كانت ب10 جنيه، جِبتها النُص ب5 جنيه، الكوسة برضه ب10 جنيه، جِبت النُص ب5 جنيه، البسلة كانت ب20، جِبت النُص ب10. وطبعًا مسكتهم قسّمتهم طبعًا، خدت اللي خدته والباقي حطيته في الفريزر. قُلت نيجي نعمل شوربة خضار، نيجي نعمل طاجن تورلي تاني عادي يعني، مش هيخسّر. الحاجة في الفريزر وفي التلاجة عمرها ما كانت هتخسّر طول ما هي موجودة يعني. طبعًا باجيب معلقة سمنة كبيرة كده واحطها في طاسة، وبتجيبي اللحمة بتاعتِك أنتِ مقطعاها طبعًا مكعبات زي ما قُلت لِك صغيرة عشان خاطر ما تاخدش حاجة في السوا، واروح رامية عليها البصلاية الكبيرة الحلوة ديّة علشان خاطر تبقى اللحمة إيه، تتشوّح كده بيها، واقعدي شوّحي كده بُصّي يعني الريحة، من غير بقى بهارات ومن غير أي حاجة هي ريحة البصل مع اللحمة وحتة السمنة. وأول ما أحس إن هُم اتشوحوا كده أروح نازلة بالبهارات بتاعتي، 7 بهارات أو بهارات لحمة، حبة كمون، يعني البهارات المتاحة عندِك في البيت، أنا ما باقولكيش حطي حاجة مش موجودة، البهارات المتاحة عندِك في البيت. هنا كانت حتة اللحمة دي ما اتشوحتش، فقُلنا نقلبها كده وتنزل في حتة السمنة برضه إيه، تتشوح. حلو طبعًا حطينا البهارات وحطينا حاجتنا وضبطناها، طب إحنا بقى نسيبها إيه، تستوي. هاوطّي النار عليها، حلو الكلام، أنا هاوطّي النار خالص عليها وهاروح مغطياها. اللحمة بتاعتي نزّلت مَيّة خلاص أنا مش هازوّد مَيّة، لو اللحمة بتاعتي ما نزّلتش مَيّة، ما هي لازم المَيّة دي برضه هي اللي هتسوّي اللحمة. فإيه، أنا هاغطّيها دلوقتي كده وهاسيبها. أنا لسه لغاية دلوقتي ما حطيتلهاش مَيّة، بس معايا طاسة تانية هاحط فيها البتنجان عشان أنجز. أنا عايزة أنجز، يعني مش هاحط اللحمة وأفضل أتفرّج عليها لأ، يبقى نشغّل العيون التانية عقبال ما اللحمة بتاعتنا تستوي. هنا طبعًا أنا رُحت أبُص على اللحمة لقيت اللحمة ما نزّلتش مَيّة. أروح ضايفة مثلًا بتاع كوباية، كوباية ونُص كده مَيّة، وبرضه النار واطية عليها، وأروح مغطياها وسايباها. هاجي أعمل شوية رُز، حبة زيت على حبة سمنة. أنا عملت الرُز معاكم كتير، بس برضه قُلنا عشان خاطر الناس الجداد اللي مشرفينّا دول ومكترينّا، ربنا يسعد قلوبكم جميعًا يا رب، ويفرّح قلبكم جميعًا يا رب. أنا هنا معايا السمنة والزيت حطيت عليهم الشعرية، أنتِ طبعًا بتعملي الكمية اللي تريحِك أو حسب. طبعًا الأستاذة لولي قاعدة جنبي فعمّالة تشاكلني كده وتناكشني وعمّالة تعمل صوت. المهم حطينا الشعرية بتاعتي تتحمّر، أنا باحب أحمّرها كده أدّيها تحميرة سيكة، وطبعًا إيدِك فيها علشان خاطر ما تبقاش الشعرية واحدة لون وواحدة لون، فإيدِك فيها عشان خاطر تفضل كلّها لون واحد. طبعًا حطيت الرز كنت غاسلاه وصفّيته حلو، وحطيت الرز وحطيت ورقتين لورا أو ورق غار، بيعلّي التيست معانا. وطبعًا إيديكِ فيه وشوّحي برضه حبّة الرز بحبّة الشعرية، وحطيت واحدة ماجي وضبّطي الملح بتاعِك، بس. وامسكي برضه اقعدي قلّبي كده حبّة حلوين، بحيث إن هو يقعد يتحمّر كده ويتحمّص ويبقى مفلفل ويبقى حلو، بس. المَيّة بتاعتي أنا باحط له مَيّة بيبقى إيه، زيادة فوق الرز عن عُقلة صباع، مش أكتر ومش أقل. وأهم حاجة التقليب طبعًا عشان خاطر يفضل معاكِ مفلفل وشكله حلو كده يعني أهم حاجة تقعدي تقلبي فيه شوية حلوين وأنتِ بتعمليه. طبعًا زي ما قُلت لِك المَيّة فوق الرز بعقلة صباع، أول ما تحسي إن المَيّة بتاعتِك غليت تروحي موطية عليه وتسيبيه مع نفسه بقى، تدّي له تقليبة كده وتروحي موطية عليه خالص وغطّيه وخلاص الموضوع انتهى. أنا هاجي هنا معايا للبتنجان، طبعًا اللحمة سايبينها على النار تستوي، أنا لسه ما عملناش حاجة في اللحمة. خلّيها على النار كده على جنب لغاية أمّا نخلّص إيه، اللي ورانا. هنا معايا نُص جزراية بشرتها، معايا ليمونة عصرتها، معايا طماطميتين أمسكهم أقطّعهم، معايا طبعًا معلقة توم، هاحط حبة خل، هاحط اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هاحط حبة كزبرة، هاحط حبة كمون، حبة ملح، حبة فلفل أسود، بس مش هاحط حاجة تاني خالص. وإيه تاني يا ربي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله.
مش عارفة بقى عندنا زهايمر بسبب العيال، ربنا يبارك فيهم كلّهم جميعًا يا رب، هي عشان قاعدة جنبي عمّالة تشاكلني وعمّالة تنغبش كده، فعمّالة أنسى. بس يعني عامةً أنا ما حطيتش حاجة تاني، والبتنجان بتاعي طبعًا كنت مفتحاه قبل ما أحطه في الطاسة، وأروح معبية البتنجان في قلبه كده، وأروح حاطة البتنجان. الموضوع سهل وبسيط وما خدش معانا وقت، وطول ما أنتِ واقفة اعملي ده واعملي ده واعملي ده، يعني مش أقوم أعمل أكل وأقعد وبتاع، لأ، أنتِ وقفتِ ودخلتِ المطبخ لمّي بقى، لمّي المطبخ، حطي الأكل على النار، عندي شوية غسالة أطبقهم، عندي استعيني بالله كده وصلّي على النبي واذكري ربنا، هتلاقي الموضوع إيه، بيمشي معاكِ سَلِس وحلو وهتلاقيكِ خلّصتِ الحاجة على طول. هنا كانت المَيّة بتاعتي اللحمة شربت المَيّة خلاص، طبعًا أنا الناس اللي عارفينّي ومتابعينّي عارفين إن أنا باحب أشوّح الخضار الأول، مش باحب أعمل له تسبيكة وبعد كده أرميه في التسبيكة، لأ، أنا باعشق، باعشق، باعشق إن أنا أشوّح الخضار الأول. أنا هنا شوّحت الخضار بتاعي وهافضل كده أقعد أقلّبه وأدّي له تقليبة ويعني أحس إن هو اتنغنغ كده مع اللحمة والسمنة والحاجة اللي أنا حاطاها. طبعًا إحنا مبهّرين، إن احتجتِ إن أنتِ بتبهّري تاني بتبهّري بس بعد أمّا إيه، بعد ما نحط الطماطم، عشان تدوقي طعم طعم التسبيكة يعني. أنا هنا معايا معلقة توم، حطّي معلقة توم، في ناس ما بتحطّش توم، ما تحطّيش توم، دي حاجة ترجع لِك أنتِ، عشان خاطر يعني إيه، الناس اللي تعبانة في القولون حاجة زي كده، فعايزة تقلّلي توم قلّلي توم. بس هو عامةً الأكل مش ما لهوش قواعد، يعني اللي نِفْسِك فيه حُطّيه، أو مثلًا أنا ضِفت حاجة أنتِ مش عايزة تضيفيها ما تضيفيهاش. الأكل ما لهوش قواعد خالص، الطريقة اللي تعجبِك أنتِ اعمليها، بس أنا باوريكِ طريقتي، المكونات دي بقى ترجع لِك أنتِ، يعني في ناس ما بتحبش الكوسة حطي بدالها بطاطس، في ناس ما بتحبش الجزر شيلي الجزر، يعني فاهمة وجهة نظري، فاهمة قصدي؟ بس. طبعًا هنا حطيت واحدة ماجي بس مش أكتر ولا أقل، طبعًا أنا مبهّرة وحاطة كل حاجة بهاراته بتاعتي، أنا ما احتجتلهاش إن أنا أحط لها بهارات. معايا طماطم، أنا هنا حطيت الطماطم بتاعتي بُصّي هُم طماطميتين 2 بالعدد، مع حبّة مَيّة، ما حبيتش إن أنا أضيف طماطم كتير، ما حبيتش إن أنا أحط صلصة كتير عشان ما أحسّش إن الموضوع تقيل، أنا عايزاها تفضل خفيفة كده وحلوة، فيعني الطماطم قلّلت منها خالص، أنتِ ممكن تضيفي شوية مَيّة فعشان خاطر إيه، عشان يعني تبقى خفيفة، ما يبقاش الموضوع مسبِّك وتقيل، على فكرة لو الناس عندها حموضة من الصلصة أو التسبيكة أو حاجة اكسريها بمعلقة معلقة صغيّرة سُكّر. بس، هتلاقي موضوع الحموضة ده هدي. بُصّي بعد أمّا دخلت في الغليان، يعني الموضوع مش ما فيهوش صلصة كتير كده وتحسّي إن الموضوع تقيل، لأ، أنتِ طبعًا بتدوقي الخضار بتاعي لو استوى، خلاص هي كده استوت، واللحمة طبعًا إحنا مسويينها وواثقين إن هي مستوية قبل ما نحط الخضار، يعني تلات أرباع سواها مش مسويينها سِوَى كامل. طبعًا أنا فضّيتها هنا في الصينية، فاضياه في الصينية، في البايركس، في أي حاجة أنتِ عايزة تفضّيها، فضّيها فيها ودخّليها الفرن تاخد الوش الحلو ده وخرّجيها، وممكن من البداية خالص تعمليها في قلب الصينية اللي هتخش الفرن، يعني بدل ما نفضّي من هنا لهنا. أنا بس عشان دراعي الطاسة بتاعتي اللي أنا كنت باعمل فيه ما ينفعش يخش الفرن، ففضّيتها في الصينية ودخّلتها في الإيه، في الفرن خدت الشكل الحلو ده. ربنا يسعد قلوبكم ويرضي قلوبكم جميعًا، ما تنسوش اللايك والشير، شكرًا.